وتتعاير الملكة الزمن السعودية. خذ ابو الحياة يا ولد القحبة، طاش ما طاش 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 طاش، خليهم لي انا قاد بالقلاوي كامل ما يكفري. وميرسي يا بيبسي، يا بيبسي. يخرب بيتك على الطبون امك يا اخي. شوف رومات الاذر، رومات الشكل كلهم مغربيات. مسوي فحل يا حبيبي مغربي مخصي، ما يقوم زبك يا حبيبي. تسوي على مين؟ كل مغاربة بنات المغرب قحاب. تبي كذا عندها الطبون والترمى مشعللة، لازم نجيكم نكفيكم. ايش طبون ترمى؟ بحبك بزاف على زبي يا حبيبي ورب الكعبة. عمي احنا اذا نبي فترة نقاها نروح نزاغب بالمغرب. سلامات يا حبيبي. شوف رومات الأذر كلهم مغربيات والله. شوف روح رومات الأذر، يمكن تحصل أمك أختك قاعدة طاق الكام وقاعدة ترقص عادي، شيء طبيعي. عندكم بالمغرب. ليش زعلان؟ هنا عيال قحطة جاي تسوي الأم زحمة على إيش يا حبيبي؟ يا عمي ما نبغى نسب ولا نبي مشاكل، لا تسوي لي زحمة. ترى جاي معليش يا أخوان أنا آسف، لكن الكلب ذا لازم والله دراري بلا مانيطة بلا ولا. ودابا تصيفطوا مانيطة بحال اللي انا غلبني صافي ريحوا. انا عندي سألتك سؤالا بسيطا يا اخي، لماذا تتعصب؟ انا اطرح عليك سؤال، عندما تكون سياحة في المغرب مع من تترك اختك؟ يعني الاخت ديالك والام مع من تتركها؟ سؤال بسيط. المفروض ان تحترف اختك والام ديالك تتحوط مع السائق، سواء كان هنديا او باكستانيا او مغربيا، فالغرض فهو مقضي. السؤال الثاني، نسجل ان السعودي الخليجي قد اعجزه سؤالي ولم يستطع الاجابة على السؤال. السؤال الثاني، انت تقول ان المغرب مغرب فساد والقحاب، فلماذا تستمع الى الموسيقى المغربية؟ فأنت مسحور يا أخي، أنت مسحور بجمال المغرب. سير يا ولد القحبة الأكادير ودير واحد التبيخيرة 10 دراهم ديال التبيخيرة والبركة، راك مسحور. شو وجهك محروق، شو وجهك؟ وجه ديال طاش ما طاش. ودير هذاك اللي زيكوتورا ولد القحبة خدام فريان اير، الله ينعل دين أبات أمك يا آكل الحلبة. الأخت ديالك عندما تتحوى هذا صعب، تعطي للسائق المغربي 1000 يورو. يا قحبة يا مغربي أنيك أمك يا مغربي، يا ابن الشرموطة سعودي تاج راسك يا ابن الشرموطة. أبي أتأه أبي أتأه أبي الحبيب حبيبي، أبي الحبيب حبيبي، الفلوق يا بطل الأبطال، وكلهم هربوا بسؤال الإحجاز. ودي اس واحد خليجي راح للمغرب علشان سياحة نياكا، ساب أخته وأمه يا ليلي في أمان، لكن السائق المغربي نقطة ضعف زبه يا سلام. ترن 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 ترن، ساب أخته وأمه في الأمان، لكن السائق المغربي ضعف في زبه يا سلام. والبنتين نزلت في الساعة الثانية شرشرة ترشرش، وعملة موسيقى ترشرش. حمادة المغربي سمع الموسيقى راح عندي هواني يجيب طالع لقى هوانم بالسكسي بوه واللكليلو، بالسكسي بوه واللكليبوه، وعاملة سكبني مع واحد اماراتي. قال لها الحمادة انا امامك سيبك من سكبني. قالت له اخويا، قال لها اخويا في المغرب. قالت له يا حبيبي تعالى. ماما نايمة لتحت
ماما نايمة مع حارس الفيلا الباكستاني. نيك يا باكستاني، نيك يا مغربي، والراجل فين ديوتي؟ بيرين بيتيتو بيرين تيتيتو بيرين تيتيتو بيرين تيتيتو. الشرف السعودية راح. امك يا ابن الكلب بتتنك في بيتك الذهبي. الله، انت البيت مختاره، انت البيت مختاره من ايطاليا، والمغربي بزبو والشبشب وحربي تبت 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 تبت. روح روم فتونا كمات كلهم مغربيات. اف ان، علاش يا صاحبي بونسيتي؟ علاش تبونسي؟ علاش تبونسي؟ انا ما عارفش نبونسيهم. حيدوا عليهم خوهم من البونس، حيدوا كلشي من البونس. انا قاد بالطبر امهم كاملين، حتى واحد ما تبونسيه. انا سعودي وانا مغربي عود القحبه، انا هو نسيم حميد. مالك هاك؟ انا هو بدر هاري. هاك بغيتي تدوي؟ يلا ما يكفري، كون يا راجل. جاوبني على السؤال الاعجازي. غتقول لي سير الرومات المغرب؟ حتى الرومات ديال فتونه فيهم السعوديه تتحواو، ولكن فيهم البنات المغرب تتعراو، فرا القواده ديالهم هي سعوديه ماشي مغربيه. اعيد هات الجمله حتى تفهم. فالقواده ديال روم فتونه هي سعوديه وليست مغربيه، والمغربيات هم ضحايا. الفقر يلعب دوره فقط. وشكرا سيد الرئيس، تفضل. انا اقول لك كلمه الحق، انا لست عنصريا يا اخ بارد، انا معكم ونحن نحارب الفساد. ولا بنت لك كنيزه واميره قولها لنا. يلا ما يكفري. منك احلى مايك يا ابو عدي. والله شفت هسه بينك وبين نايف، يعني انت تسب من جهه وهذا يسب من جهه، يعني فتونه بنت كلب. يعني انا ضد رومات الاذر يعني كاملا، يعني وانت يعني غلطت على السعوديين. نايف يعني سكران، يعني مو صاحي، انت صاحي يعني بالله. يعني تعطيه بمس خلاص ينتهي الموضوع. ليش طول حكي؟ واخر شيء تسب سعوديين وهذا يسب مغاربه، وبعدين استفدت شيء؟ استفدت شيء الحين انت يا مغربي؟ طز بفتونه، طز برومات الاذى، وبعدين يلا خذ المايك يا مغربي. شكرا يا سعودي. لم اسب لا نايف. نايف هو متعود يجي عندنا الغرفه، هو نايف الكلام، انا جاوبته فقط في اطار الابتسامه والضحك والكوميديا. وانا خويا ما سبيتوش ولا سبيته، هو سب الملك ديال السعوديه، فهمتي؟ هو سب الملك ديالكم. الحمد لله حنا ما تنسبوش الملك ديالنا، حنا تنقولوا عاش محمد السادس، ليس خوفا ولكن فهي إراثة علوية، ونحن نتبع أجدادنا مما كانوا هم يتبعون، وحبا كذلك بطبيعة الحال لملكنا وشعبنا ودستورنا، ولا نمس بالمقدسات والدستور. فلماذا نايف يسب ملك السعودية؟ هو قال اخو معايا بارد، انت بارد بعدا، بارد وجاي تسخن لنا. واش تقلب على شي واحد ياكلك معك؟ بارد القلب ولا بارد نص السوا ولا شنو؟ تضحك. منين بارد انت؟ منين؟ احنا راه عندنا كل شيء، كاين القحاب، كاين الزوامل، كاين الزلانه، كاين شي يضربوا الدراري. كون يا راجل بارد انت. ايوا الحمد لله. جلس هنا 3 ايام يسخنوك، هو يضربك كوكليطو، هو كوكليطو ولا الودادي ولا كشماط، 3 تياكلوا الدراري. ما عرف لهجتك، روح تعلم وروح اقرا شويه اللغه المغربيه. تعرفوا غير تحول المغربيات، تعلموا الثقافه المغربيه. كيف دير لي كور دي سواغ، شري شكاره محفظه ودير دروس ليليه، ماشي يشدوك ولا تسليحوك. أنا يا أخي لست متعصبا ضد الخليجيين أو ضد اليهود، فأنا أدافع فقط على بلدي. لقد كنا هنا نرقص ونحتفل بعيد الملك وعيد الأمير الأسطورة الفلوجة، بينما دخل أحد السكيرين وهو ذا حكامه فقال لنا: أنا أنيك ملك السعودية،
فعملت عليه الردود وقلت له ألا تخجل يا أخي، ألا تخجل يا أخي؟ فقال لي ماذا وأنتم من أتباع قريش؟ قلت له انظر إلى السماء، فنظر إلى السماء فضربته بطرشة، فقال لي أنت حقار أيها القرد. فقلت له من أبوك؟ فقال لي أبو مغربي وأمك وأم سعودية. فقلت له لماذا تقول أنتم تنيكون المغربيات؟ قال لي فأنا معقد عقدة لأنتقم، لأن أبي مغربي حوى أما سعودية فخلق فكرونا سلحفة. ومرحبا بك أخويا بارد، بارد وسخون يا هوا بارد وسخون. أنا خلي لي بنادم اللي تيقول لي أنا وارخ المزقيطي ندقدق مو شي المزقيطي يقول لكم الصالصة وداك الحاقة. والله يا مو ما تتحرك حدايا. نهار الفيلاج عندي المهدية مرياح ومنبداو يديروا واحد الطويق مالين صايكوك نقحبوا على الطوموبيله ب 30 مليون وطاقية ب 20 درهم مثقل وانا. انكم تحقروا المزقيط هذا طوموبيلتهم قاوده وبوكو فلوس. هو تيضحك هكا هو ظريف. صافي ذهب السعوديون وتفوق الامير. وكي جيتكم ها باقي واحد اف ان عايز المايك. جبتك يا وليدي زراق الزيت انت تتسبنا عايز المايك. اذا تفوق الاسطوره ب2-0 على الخليج ابناء الديره. يبقى اف ان هل سوف يقوم بتسجيل هدف؟ هذا ما سنعرفه في الحلقه القادمه من هذا الشبرخور سمك الضبلوج. سوف نقوم باحضار ملكيه يكون الفلوجة قد تفوق بامتياز على الخليجيين. تعلموا استافدوا. كي جيتكم في السؤال الاعجازي عرفتي شحال تنفكر في هذا السؤال الاعجازي 5 سنين قسما بالله. وتنكون في اكدال تنشوف مولاد القحاب. انا من الناس اللي ما تيحملش الخليجيين ماشي هذا ماشي عنصري، ولكن داكشي اللي تيديروا تيحسبوك الرهم ومرض الله لا واعر. وانا كنت غادي نشتغل في السعوديه مؤخرا والسيد قال لي لا. قلت لي علاش؟ قال لي بوغوس فهمتي سائق ديال واحد الامير قال لي بوغوس. قلت له واش انا جبت بوغيصه؟ قلت له انت عجبني داك الفيلم ديال ترونسبور وهذا مع الطوله وهادي مني كارتكور ومني شوفور. قال لي لا ما يبغوش. قال لي تمشي يسحب لهم باغي تحويلهم البنات ولا شي. ما تيقدروش يخدموا واحد بوغوس سائق عارفين تياكلوا لهم الحلوى. وهذه قصه مقوده. ومن هنا جاتني انايا ديال ما يخدموش واحد بوغوس. بقيت تنفكر لقيت بان ديجا كلا لهم واحد الحلوى. صافي هنا اكتشفت بان ديال نقطه الضعف ديالهم. وهادشي علاش ما تيحملوش السائقين تماك. شي كيسكت الزمن ما قدرش يجاوبني. ولكن الضربه المقوده هي فاش قال لي كاين القحاب روح الروم الفتونه. هذيك هي الضربه الاعجازيه. قلت لي متفق معك القحاب كاينين ولكن من الفقر. وفي التونه مالها هي سعوديه ربي عاطيها الملايين. وهذا مالا تتعرف الزكاه وتتعرف الطبونه وركابها كحل. والطبونه داير بحال ديك القفز بالقحبه ديال الجوج هذوك القدام مصدقين والله كله كحل. وسكت الزمن بو. تصور تصور بنادم تيسب سعوديه. يعني ولد القحبه تدوروا ليا مع الجوجه. ولد القحبه راجل اختك انا بيت في البار ما جايش. فهمت الاخوان؟ ما تسبوهم ما والو. البونسيتي تعرفك ضعيف. كاين اللي عندك ما تقول دك طبون امو. وتنحمد الله ونشكروا على هذه القوه اللي عاطينا ربي وهذا النصر. راه شتي هذا النصر دابا اللي ربحنا حنا تيجيكم عادي. ولكن كون كان في ايامات صلاح الدين الايوبي هذا راه بحال اللي يهجموا على اورشليم ولا طارق بن زياد خدا الاندلس. راه بحال هذاك هو النصر. وهذا راه خديت النصر انا على راه احتلينا السعوديه. دابا هما كانوا تيرشقوا رايه ديال الاسلام. انا رشقت واحد اللعيبه رشقتها لهم تما.